في الفيديو ده عملت لك اوتوميشن ينزل لك كل فيديوهاتك على كل السوشيال ميديا من غير ما تعمل اي حاجه. هاخدك خطوه خطوه، هوريك كل حاجه بتحصل ازاي وليه، وفي الاخر خالص هديك كل الكلام ده ببلاش. يلا نبتدي. اول حاجه هنحط التريجر بتاعنا، هندوس هنا نختار scheduled trigger، وهنا بنختار عايزين الاوتوميشن ده يشتغل كل قد ايه. احنا هنختار بالايام وكل يوم، مش اكتر من كده. تاني خطوه عايزين نجيب الكونتنت بقى. طب الكونتنت هنجيبه منين؟ احنا بنيجي هنا، احنا بنبقى عاملين شيت موجود فيه كل المعلومات اللي احنا عايزينها. اول حاجه الميديا يو ار ال، ده عباره عن الفيديو نفسه او الحاجه اللي انت عايز تنزلها. وبعد كده التايتل، ديسكريبشن، الستاتس مهمتها ان هي تكون لا اما ريدي يعني الفيديو ده خلاص جاهز ان هو ينزل، لا اما بوستد. واخر واحده دي تريك كده بسيطه هفهمها لكم بعدين. طب ماشي، اليو ار ال ده بنجيبه منين؟ احنا بنيجي هنا للدرايف بتاعنا ونرفع فيديو على الدرايف عادي، وندوس على شير وناخد اللينك، نعمل كوبي لينك، ونيجي هنا نروح حاطين اللينك بتاعنا. بس كده، ده اليو ار ال. احنا كده عملنا شيت بكل المعلومات. لما نرجع تاني لانت ان، ندوس على اد نود، ندوس على شيت، هنختار جوجل شيت، هندوس على جيت رو ان شيت، ونبتدي نملى المعلومات بتاعتنا. مثلا هنبتدي نقول ان احنا عايزين الدوكيمنت اللي هو اسمه ميديا انفو، الشيت رقم 1. فاضل لنا حاجتين. اهم خطوه هنا، هو هنا بيقول لك حط لي فلتر. يعني ايه؟ يعني اني صف انت عايزه. هنا هنختار الصف اللي بيحدد اني فيديو ينزل. في الحاله دي هيكون السارس. يعني ايه؟ هنقول له لما السارس تكون بريدي، ده فيديو جاهز ان هو ينزل وان هو لسه ما نزلش. تمام، دي خطوه. الخطوه اللي بعديها هندوس على اوبشن وندوس return only first matching row. يعني ايه؟ يعني رجع لي اول صف تنطبق عليه الشروط دي، اللي هي اللي السيرفيس بتاعته تكون ريدي، يعني مش بوستد، لسه ما نزلش على السوشيال ميديا. هندوس عليها، هنعملها اكتف، ودي الخطوه اللي بعديها. احنا كده عملنا التريجر وجبنا المعلومات. المفروض بقى نبتدي ننزل محتوى، بس في خطوه اخيره. هندوس هنا على set field. طب ليه هنعمل ده؟ احنا مش عايزين كل اليو ار ال نفسه، احنا عايزين حته بسيطه من اليو ار ال او حته بسيطه من اللينك بتاع الفيديو بتاعك. طب هنجيبه منين؟ احنا هنا بنيجي نعمل فيلد باسم ميديا اي دي ونحط نفس الكود ده. طب الكود ده عباره عن ايه؟ فكرته ان هو بيقول لك انا مش عايز اليو ار ال نفسه، انا عايز حته بسيطه منه اللي هو الاي دي. وهنشوفها مع بعض. يعني مثلا لو دوسنا اكسكيوت وجينا هنا هنلاقيه جاب لك حته بسيطه من اليو ار ال اللي هي عباره عن دي بالظبط. هي الحته دي بالظبط، مش عايزين اليو ار ال كله. هعرفك ليه قدام. الخطوه اللي بعديها ان احنا ننزل بقى المحتوى. 90% من الناس اللي بتنزل محتوى من انت ان بنستخدم حاجه اسمها بروتاتو. هي دي بروتاتو، مشكلته الوحيده ان هو ما فيهوش فري بلان، كل حاجه فيه مدفوعه او بفلوس. بس انا كنت عايز اقدم لكم في الاول حاجه ببلاش تستخدمها، تتدرب عليها وتنزل منها، ولو حبيت حاجه بفلوس تبتدي تروح لها. فلما عملت ريسيرش لقيت حاجه اسمها ابلود بوست. لو كتبنا ابلود بوست هنلاقيها. هنا بتختار هتنزل ايه، هندوس ابلود فيديو. هنا بقى هتلاقي ديت فاضيه، هتحتاج تعمل حاجه اسمها create new credential. هنا بقى بتوصل upload post بانت ان. هتعملها ازاي؟ هتيجي هنا عند upload post. دلوقتي انا عامل اكونت، بس تعالى نبتدي من الاول خالص. اول ما تخش على الموقع هتظهر لك دي بالظبط كده، هتدوس على try for free، وبعد كده تبتدي تعمل لوج ان بالاكونت بتاعك عادي خالص. هتفتح معاك هنا، هتيجي عند اليوزر وتكتب اي اسم اليوزر بتاعك. انا هكتب نيفريك مثلا، هعمل اد بروفايل. هتحط بقى كل السوشيال ميديا بتاعتك. لو دوست على انستجرام مثلا هتعمل كونكشن طبيعي جدا زي اي بلاتفورم. اهم بقى مرحله هتيجي عند الاي بي اي كي هنا، وتيجي هنا عند الاي بي اي كي بتاعك وتعمل كوبي، وهنا هتعمل تدوس سيف، هيقول لك كونكشن تيستد سكسسفولي. دي اهم مرحله. كده انت عملت كونكشن ما بين ابلود بوست ونت ان. تعال نبتدي بانستجرام مثلا. هتيجي هنا، اول خطوه هتلاقيها قدامك انك تختار البروفايل اللي احنا عملناه. هنا هنختار نيفريكس، وهنا هنختار احنا عايزينه ينزل على انهي بلاتفورم. هنختار انستجرام. اول حاجه هتلاقيها في وشك هي التايتل، فين العنوان اللي انت عايزه.
هندوس هنا، هنيجي نختار الtitle بتاعنا، هنمسح دي، هندوس عليها ونحطها هنا. أحسن حاجة في init إن هو الdrag and drop، مش محتاج تكتب الكود ده كله، هتاخد الحاجة وتحطها على طول، ولو ما جاتلكش بالشكل ده، هي هتبقى عبارة عن text هتخلّيها expression كده وهتشتغل عادي جدًا. الخطوة اللي بعديها هتبقى الفيديو URL. هنا بقى هنعمل إيه، هنحتاج الID اللي إحنا عملناه في الfield، هنكتب الlink ده فكرته إيه، إن هو بياخد المحتوى اللي على الدرايف ويعمل له export على download على طول، يعني مش view، مش لازم تشوفه، لأ يتحمل على طول. وهنا هنحط الID اللي إحنا طلعناه في الfield هنا، اللي هو الmedia ID، هنحطه هنا كده. كل الباقي بقى عبارة عن settings أنت ممكن تعملها لإنستجرام، يعني هنا مثلًا بتختار أنت عايز تنزّل story، عايز تنزّل reel، عايز تنزّل post، وتيجي مثلًا أنت عايز تحط collaborations، عايز تعمل audio name، tag، location، كل حاجة. واحدة من المشاكل إنك ما تنزّلش من الplatform نفسها، إنك ما ينفعش تحط حاجات زي الcover، ما ينفعش تحط cover للفيديو، لكن هنا أنت ممكن تعمل ده عن طريق إنك تحط في الsheet نفسه الURL بتاعك، وتيجي هنا تحط نفس الlink اللي حطيناه فوق، ولكن تحط الID بتاع الcover اللي إحنا برضه طلعناه في الfield، هنحطه هنا. والباقي كله عبارة عن setting اختيارية جدًا، ممكن يجيب كمان تيك توك، هنعمل نفس الsetting، هيطلب منك نفس كل حاجة، الtitle، الURL، كل المعلومات، والباقي كله بيبقى عبارة عن حاجات ممكن تعملها لتيك توك، وبكده أنت بقى ممكن تحط كل السوشيال ميديا بتاعتك. آخر خطوة هنيجي نعمل node عبارة عن sheet برضه، وندوس على append or update ونختار الsheet بتاعنا. هنعمل update لإيه بقى؟ هنا هو بيقول لك اختار الحاجة اللي إحنا نmatch عليها، يعني نجيب لك أنهي صف، هنختار إن إحنا نmatch بالURL مثلًا أو بالtitle على حسب أنت حابب إيه، ونيجي نحط الURL بتاعنا اللي إحنا أصلًا بنجيبه من هنا، نحط الURL زي كده عادي خالص. هنا هييجي لك حاجتين، أول حاجة الmedia URL دي حاجة إحنا بنmatch عليها، يعني بنشوف إحنا عايزين نعمل update لأنهي صف، عن طريق إن إحنا نجيب الURL بتاعه أو الtitle على حسب أنت حابب إيه. والحاجة اللي إحنا نعملها update هي الstatus. فاكر لمّا خلّيناها ready، بدل ما هي ready هنخلّيها posted، يعني في الsheet هنا بدل ما هي ready يعني مستعدة إن هي تنزل، هتبقى posted زي كده، يعني أصلًا نزلت، وده اللي هيعرّفه إن هو ما يستخدمهاش تاني، إن هي خلاص الفيديو ده نزل. وبعد ما نخلّص نوصّله بالset node نفسها، وبس كده، إحنا كده خلّصنا. الشكل البسيط ده لمّا تكبّره هيكون عبارة عن كده. ممكن تضيف كل السوشيال ميديا بتاعتك، إنستجرام، تيك توك، يوتيوب، فيسبوك، بنترست، سناب شات، كل حاجة، وتخلّيهم ينزلوا من مكان واحد بس من غير ما تتدخّل إطلاقًا. طبعًا قُلت لكم في الآخر أنت هتاخد كل حاجة ببلاش، أنا عملت لك drive فيه كل المعلومات، الautomation، الsheet، حتى شوية فيديوهات تنزّلها، كل حاجة في مكان واحد. لو عايز كل الكلام ده هتلاقي link بتاع school community، هي for free ببلاش، school زي فيسبوك كده، هتخش تعمل account، تخش على الcommunity نفسها، هتلاقي الفيديو ده ومعاه كل حاجة تانية ببلاش، هتلاقي الفيديو ده ومعاه كل حاجة تانية ببلاش. طبعًا لو الفيديو ده فادكم بأي شكل من الأشكال اعملوا subscribe أو follow، وأشكركم على الوقت ده.